السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد النهارده، بس في نفس اليوم لانه مش يوم جديد. انا الفيديو اول فيديو نزلته لكم ان انا وريتكم فيه المكان وسافرنا وركبنا وكده. النهارده بقى اول يوم لينا بقى في المصيف ده، اول يوم النهارده بقى. فحواريكم قبل ما انزل بقى البحر وقبل ما انزل بقى نستمتع مع بعض. هوريكم الشاليه، لان انا متعوده لما بروح الساحل دايما ب... يعني بعمل جوله في الشاليه والمكان عشان الناس تبقى يعني شايفه كل حاجه، بحيث اللي هو عايز يحجز او حاجه يعني وناوي ان هو يجي الساحل. يعني الاسعار مش غاليه قوي، انا في الساحل الطيب والله، مش في الشرير والله. فهي مش غاليه، فعشان حد لو عايز يحجز يومين ثلاثه يعني يفرج على نفسه وعن بيته وعن عياله يجي بالسلامه. المهم النهارده جوله كده، وهنقضي اول يوم بقى مع بعض. انا وريتكم السفر وجينا ازاي ووصلنا ازاي وحجزنا خلاص، وصلنا لحد ايه الشاليه. تعالوا نعمل جوله في الشاليه وبعد كده نكمل اليوم مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدا الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو وكومنت حلو من عندكم، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات برضو، وتدعوا لي كده دعوه حلوه ولكم بالمثل ان شاء الله، ان ربنا يعني يسهلها علينا ونرجع مبسوطين من الساحل او اليومين بتوع الساحل او الثلاث. ما تنسوش تحطوا اللايك بقى، لايك. يلا بينا. تعالوا بقى اخدكم معايا كده قبل ما افرجكم على الشاليه والمكان اللي انا قاعده فيه. افضي الحاجات اللي انا جايباها عشان عايزه بالليل كده انزل سوبر ماركت محمود الفار. ده اشهر حد هنا موجود في مارسيليا، عنده كل حاجه. فانا جايبه معايا حاجات ولسه عايزه حاجات تاني. فانا بفتح كده الدولاب بتاع المطبخ، لقيت فيه حاجات حلوه، مواعين وبتاع. كنت جايبه ازازه زيت، مثلا كيلو رز، كيسين مكرونه، جبت ازايز ميه معدنيه، جبت اكياس شيبسي عشان العيال ما كانوش فاطرين وكده، جبت ازازه لبن، جبت النسكافيه والشاي. الحاجات اللي هي ايه اول ما نوصل عايزين نوصل مثلا نفطر. فنفطر ايه؟ هنفطر بقى ايه؟ لانشون وجبنه، حاجه على السريع كده عشان ننزل البول او ننزل البحر. فجبت شويه اندومي مثلا، جبت لانشون، جبت جبنه بيضه، جبت اللبن عشان النسكافيه مثلا للولاد، جبت الشاي والسكر، الجبن. الحاجات اللي اول ما نوصل على طول هنستعملها وناكل منها على اساس عايزين يجروا على البحر. والبن طبعا ما تنسوش البن بتاعي باوكي شاي صغيره على قدنا وجايبه فيجيتار على اساس قلت هعمل مره اكله بانيه واتبل برضو بيها على طول. فاخدت برضو كل حاجه معايا، ففضيتها كده وقلت احطها بقى في التلاجة ونعبيها، وبعد كده نعمل الجوله بقى بايه بتاعتنا. هو زي ما انتم شايفين اهو. بس بقى فضيت الحاجه اهي كلها، وابتدي بقى اشيلها فين؟ في التلاجة. واعمل لهم الاول سندوتشات كده لانشون. عملت ايه؟ خدوا سندوتشات جبنه وعايزين نشرب شاي اهو. فهنعمل شويه شاي كده عشان احنا مصدعين بقى، جاي صاحيين بدري ما نمناش كفايه، وكمان عايزين ننزل، فقلنا نشرب ايه شاي. فلقيت كوبايات اهي موجوده كمان. بصوا بقى، عايزه واحنا كده مع بعض بنعمل الشاي. كانت في اخت من اخوات لما عرضت مشكله في فيديو اللي فات تقريبا او اللي قبله، تقريبا اللي قبله، فحكيت لي مشكله عندها وقالت لي برضو عايزاكي تحكيها وتاخدي راي متابعينك فيها. ايه مشكلتها بقى يا جماعه؟ صلوا على النبي كده. اخت من الاخوات المتابعين قالت لي ان هي مغتربه في دوله عربيه بتشتغل. بس انا سالتها سؤال: انتي متجوزه ولا لسه بنوته؟ فهي مش عارفه شافت الكومنت ده ولا لا، لانها ما ردتش عليا. هي بتشتغل في دولة ومغتربة، وطبعا اي واحدة بتشتغل بيبقى ربنا كريمها يعني بفلوس، بس هي بتاخد الفلوس دي بتحوشها معايا. ف هي بتحوش زي اي حد يعني. اكيد هي هتحتاج الفلوس ده في بعدين لما تتجوز او يبقى لها بيت وعيال، فهي عامله الموضوع ده كده يعني، ان هي بتحوش يعني عشان كده.
بصوا العيش انا جايباه معايا برضو من اسكندريه، عشان انا بحب عيش الفران اللي عندنا في اسكندريه، لانه داخل فيه نسبه رده يعني. وجايبه معايا صابون المواعين، وجايبه التوابل وجايبه البصل. انا مش عايز، انا والله انا في فيديو عاملاه لكم، هتنزلوا معايا السوبر ماركت بتاع محمود الفار ده وهتشوفوني انا جايبه حاجات برضو قد ايه، مع ان كل الايام اللي احنا عندنا حوالي 3 ايام يعني مش كتير. انا قبل كده كنت بقعد بالاسبوع، بس مش عارفه جبت كل ده ليه. معلش انا صورت الفيديو اللي فات من غير ما اخد بالي، وما كنتش حاطه الطرحه، فلما خدت بالي اعذروني اعذروني، حطيت الطرحه ورجعت لكم تاني في المطبخ عشان كنا فطرنا بقى وعايزه اشرب شاي عشان انزل. فقصة بقى اختنا دي اللي هي المتابعة دي، ان هي مغتربة وبتشتغل فبتحوش قرش يعني لنفسها هينفعها فيما بعد في ايامنا وظروفنا الوحشة اللي احنا فيها دي. طبعا هي لها اخت، فاختها عارفة ان هي بتشتغل ومعاها فلوس، كل ما تحتاج فلوس تبعت لها، تشتري اجهزة تبعت لاختها اللي هي بتشتغل برا مصر دي. فبتقول لي انا مش عارفة اقول لها لا، وهي مش بتبطل كل شويه تبعت لي، فبتقول لي انا محتاره مش عارفه اعمل ايه. فانتوا ايه رايكم؟ تقول لها ايه وتعمل معاها ايه؟ هل في اخت في الزمن اللي احنا فيه ده اختها كل شويه بتطلب منها فلوس وتاخد منها وهي مش عارفه تقول لها لا؟ يعني انا شايفه ان الاخوات بياكلوا ببعض عشان الفلوس. عارفين يعني ايه الاخوات بياكلوا ببعض عشان الفلوس؟ الاخت المتابعه اللي بتحكي لي قصتها دي، اللي مش عارفه تقول لاختها لا، وبتقول لي انا مش عارفه اعمل معاها ايه، ومش قادره ارفض لها طلب عشان ما تزعلش مني. انا عايزه اقول لكم ان في اخوات بيقهروا اخواتهم، وممكن الاخ يتقهر من اخوه ويموت فيها بسبب ان هو واكل حقه، بسبب ان هو واخد فلوس، بسبب ان هو عنده فلوس اخوه او اخته ومش عايز يبعتها له ومش عايز يديها له، عندن في حد او عندن في ام الشخص ده، او في عندن في امه واخواته، عشان هي مثلا مضايقاه ولا مزعلاه ولا بتحاسبه على حق ولادها فين. يعني هي بتحاسب بتدور على حق ولادها، حقها هي وراح واتاكل، فقالت حق ولادي انا مش هسكت عليه، فبتطالب بحق ولادها في كل حاجه سابها لهم ابوهم. فاخواتهم بياكلوا حقهم، حايشين فلوسهم دي اللي بتصرف على تعليمهم، بيصرفوا على تعليمهم. هم اتعلموا واتجوزوا وعاشوا من فلوس ابوهم، لكن الفلوس اخواتهم الصغيرين دي ابوهم سابها لهم عشان يتعلموا منها ويتجوزوا لسه منها. فاهمين؟ فانا عايزه اقول لاخت المتابعه دي، انت بصراحه انت ما فيش زيك، انت ما فيش مثيلك، ان انت واحده بتقولي انا مش عايزه ازعل اختي وبتبعتي لها فلوسك اللي انت شقيانه بيها بره وبتبعتيها لها عشان اختك تجيب بها اللي هي عايزاه، بتقولي لي في الكومنت انا مش عايزه ازعلها. عايزه اقول لك ان في اخوات بيقهروا اخواتهم، بياكلوا حقهم، بيموتوهم بسبب ان هم مش عايزين يدوم حقهم. بصوا انا بدوق الشاي لسبب هنا، ان المعلقه اللي موجوده في الشاليه معلقه كبيره، وانا متعوده احط السكر بمعلقه صغيره. اذا كنت في كوبايه تاخد مثلا معلقتين او معلقه زي حالاتي، او عيالي بياخدوا 3 معالق سكر، فانا مش عارفه المعالق الكبيره انا بحط ازاي يعني، فمش عارفه الكوبايات انه المحليه وانه اللي مش محليه يعني. بس فانا واقفه معاكم كده بعمل الشاي، فبحكي لكم قصه اختي المتابعه دي، بقول لها كتر خيرك والله انت تشكري، واللي تقدري عليه مع اختك اعمليه. انا مش عايزه اقول لك لا ما تديهاش، اختك تاخد ليه، ده فلوسك، ده انت شقيانه بيها، ده انت تعبانه بيها واكرهكم ببعض. لا، حبي اختك وساعديها، بس نقول لاختك التانية ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، يعني هي برضو بالراحة عليكي، ما تاخدش كل شوية وانتي مش عايزة تزعليها، بس هي برضو تحس يبقى عندها برضو عندها احساس، عندها دم برضو ان هي ما تبعتلكيش كل شوية كده. وانتي تحافظي برضو على قرش ليكي تشيليه على جنب للزمن. لو انتي متجوزة هيبقى ليكي ولبيتك ولعيالك، لو انتي مش متجوزة هينفعك في جوازك. بس انتي فعلا اخت ونعم الاخت، وربنا يبارك لك ويرزقك ويديلك. لكن اخوات فين هم الاخوات اللي بيعملوا كده؟ ده حقهم ومش عايز يبعت لهم فلوسهم اللي هي فلوسهم، حقهم الشرعي بمزاجه هو يبعت. لا مش عايز يبعت مش هيبعت، لكن في ربنا موجود هو شاهد، كل يوم بتأخر فيه الفلوس دي عنهم، دي جزاها عند ربنا كبير قوي.
يعني كل قرش سايبه عندك مش من حقك ومن حق حد من قواتك او حد انت واكل حقه، دي بتعتبر نار في بيتك، نار في بيتك بتتحول لحاجه وحشه بعد الشر، ولا يقلب البيت ده المرض، ويقلب البيت ده لخراب، ويقلب البيت ده النكد. طب وانا ليه ادخل حاجه على بيتي مش من حقي تاذيني او تاذي بيتي؟ لا، كل يوم بيعدي على الفلوس دي اللي انت واخدها بتاعت حق حد غلط وحرام، حرام حرام يعني. فانا بقول لاختي المتابعه ديت يعني على قد ما تقدري اديها، على قد مقدرتك انتي، لكن غير كده دي فلوسك وانتي حره فيها، وحشي قرش لنفسك للزمن للظروف. زي ما قلت لك لو انتي مش متجوزه يبقى لجوازك، لكن يعني تهيالي انتي لو متجوزه ما كانتش هي طلبت بصراحه، يعني ان اكيد اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع زي ما بيقولوا. فاكيد انتي لسه بنوته عشان كده بعتي الكلام ده، وربنا يبارك لك وترجعي بالف سلامه. ويا جماعه عايزاكم برضو انتوا تقولوا رايكم في المشكله دي، ايه رايكم؟ تقولوا لها ايه برضو وتردوا عليها، تقولوا لها ايه؟ تدي لاختها ولا ما تديهاش؟ عشان هي سالتني اسالي متابعينك اديها واعمل ايه مع اختي. انا هسيبكم بقى في جوله الشاليه تشوفوه، ويا ريت بقى ما تنسوش تحطوا اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. ورصيتها عشان لو في حاجه عايزه تتحط في التلاجة او حاجه عايزه تتهوى، لان احنا كنا في طريق وكده، فكل حاجه والبوتاجاز وكله تمام. وجهزنا شويه حاجات هناخدها معانا طبعا واحنا نازلين على البحر، فتحس ان دي في حاجات على البوتاجاز كل حاجه موجوده، البوتاجاز، الغساله، كل حاجه. اللي هنا في مواعين طبعا اهي، حاطين لنا مواعين. انا برضو كنت جايبه الحاجات دي، رز وزيت، الاطباق كل حاجه موجوده اهي. بصوا كوبايات برضو، حاجات نضيفه والله العظيم ومستواها حلو يعني مش وحش. وهنا بقى في ايه برضو صواني وحلل ومواعين، يعني في كل حاجه متوفره، مش هتجيبي حاجه معاكي يعني كل حاجه. حتى هنا ببص لقيت في برضو طقم التوزيع ده كله موجود، وفي معالق بقى شوك، ادي شوك وفي معالق تاني في الحوض. ماشي، ده كده بالنسبه الريسبشن. زي ما انتم شايفين في شاشه مع الناس صغيره، اول مره اخد شاليه الشاشه بتاعته صغيره، كان الشاشات بتبقى اكبر من كده بكتير. التكييف موجود، ركنه للقعاد، سفره للاكل وايه وطبعا الركنه اللي عايز يسهر يعني. في طبعا بلكونه بتطل على بسين، لازم الشاليه هنا يكون، مفيش شاليه ما يكونش بيطل على البسين اهو. شاليهات بقى الارضيه اللي هي بالجاردن دي حلوه قوي، زي اللي هي فيها القعده البيضه دي حلوه قوي، تبقى بتطل على البسين على طول وفيها جارد. انا خدت في الدور الرابع. وهنا برضو الطريق العمومي طبعا اللي احنا بنمشي عليه ده بيروح عند البحر، وكل الشاليهات دي بتطل على بسين، حتى اللي ورانا برضو شاليهات بتطل على بسين. بس دلوقتي احنا حوالي الساعة 5 بعد العصر، لان انا وصلت هنا حوالي الساعة 2 او 1:30 قبل ما خلصنا ودخلنا وغيروا وبتاع وكل حاجة كده اتعملت، وسبقوني هما وجروا على البحر، جانا ومصطفى وكله، لكن انا اللي اتأخرت شوية، فهروح لهم دلوقتي على البحر. بصي الجاردن حلوة ازاي. بس كده تعالوا نخش جوه اوريكم الاوض برضو، يلا بينا. ده المطبخ وادي الحمام، حمام كبير وكويس اهو، نضيف وكبير. في غسالة تانية اهيت، وادي الحوض وحطينا حاجتنا برضو، وانا اهو كل حاجة، سخان والشاور كله، يعني كل حاجة. الحمام كبير وواسع بصراحة، يعني هو كبير وواسع. الغرف دي غرفة الصبيان،
ولاد اخويا واخدين السرير الكبير كده، وهنا مصطفى. اديتهم يعني الاوضه اللي فيها سريرين كبار، يعني الاوضه دي فيها سريرين وكل سرير كبير، وفيها برضو التكييف اهو، وشباك بيبص على البسين، برضو الشباك بيبص على البسين اهو، يعني يقوموا من النوم يبصوا من الشباك على البسين. دي الاوضه الاولانيه، وانا واخده شاليه اوضتين. الشاليه هنا اوضتين يا جماعه، حجز اليوم ب7000 جنيه، حجز اليوم ب7000 جنيه. اما الشاليه اللي 3 غرف هيكون اعلى شويه، ممكن يوصل 8 او 8 ونص او 9. اللي انا اشتريت من اداره الفندقيه على طول، لكن في سماسرة بيبيعوا اغلى من كده بكتير، ولو بيبيعوا ب7 بياخدوا معرفش 1000 جنيه، مش عارفه على الباب، معرفش بتاعت البتاعه اللي هي بتتحط في الايد دي اللي هي البريستل، وبعدين مش عارفه بياخدوا منك ميه ونور وكهرباء برضو. دي الغرفه التانية ليا انا وجانا، سرير فيها هنا صغير شويه، والسرير التاني برضو ايه صغير شويه، يعني فيها سريرين، بس السرير هنا صغير ياخد نفر وهنا ياخد نفر، لكن الاوضه اللي وريتها لكم الاولانيه السرير فيها كبير، ياخد كل سرير ياخد نفرين. فالاداره الفندقيه اللي بتاخده منك هو بس غرف حق الغرف حق الشاليه 7000 جنيه في اليوم، في اليوم ما بياخدش حاجه تاني غير تامين. خد مني تامين 5000 جنيه وانا ماشيه باخده، بيديني ورقه ان انا دافعه تامين 5000 جنيه وباخده وانا او بسترده وانا ماشيه. اما السماسرة اللي هتأجروا منهم هم بقى بياخدوا حاجات تانية غير حجز اليوم، يعني غير حجز اليوم بيبقى في حاجات تانية بياخدوها، فبياخدوا فلوس كتير على فكرة، وفي منهم نصابين، يعني ممكن تتواصلوا معاه بالتليفون ويقول لكم على الحجز وتدفعي لي ديبوزيت وتدفعي له مثلا 7000 او 5000 جنيه، وتروحي القرية ما تلاقيش في حد سمسار بالاسم ده. وده كان هيحصل معايا السنة اللي فاتت، بس الحمد لله لحقت نفسي. المهم شفتوا الشاليه ايه رأيكم؟ حلو، المطبخ بتاعه حلو وجميل وواسع، وفي تلاجة برضو، والاوض حلوة والحمام، وادي الريسبشن بالسفرة بتاعته. خلاص حلو معقول، على احنا بنيجي وقتنا كله بنقضيه على البحر مش في الشاليه.